بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين وأرحم الراحمين، والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ما بعد، معاشر الأحبة، حياكم الله من جديد في درسكم قبس الأنوار في سيرة المختار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن وإياكم يا معاشر الأحبة ما زلنا مع مدرسة أحد وما فيها من دروس وعبر، ونحن وإياكم نصطحب هذه السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ونحن نسأل الله عز وجل أن ينيلنا وإياكم شفاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تذكرنا الآن سيرته في هذا المجلس، أن نسقى من يده ومن حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأكارم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد وضع كتيبة من الرماة على جبل الرماة، وأوصاهم قال: لو ترون يتخطفن الطير لا تبرحوا مكانكم. وكانت توجيهات ووصية واضحة جدا، وفعلا بعد الله عز وجل هذه الكتيبة صار على يدها فتح عظيم. أكثر من 3 محاولات يقوم بها خالد بن الوليد رضي الله عنه، إذ ذاك كان في جيش المشركين، وأبو عامر الفاسق حاولوا أن يلتفوا على الجيش المسلمين، كلما أتوا للميسرة قاموا أمطروهم بالنبال الكتيبة الرماة على الجبل وعادوا، واستطاع المسلمون أن يحكموا سيطرتهم، وأتى نصر عظيم، حتى أن هؤلاء 3000 مقاتل المشركين كأنما يقابلهم 30,000 وليس 700 مقاتل. وأبيد بني عبد الدار الذين كانوا موجودين 9، بما فيهم أحد مماليكهم، أبيدوا وسقطت الراية على الأرض، ما وجدوا من يرفعها، وصارت الدائرة للمسلمين بنصر ساحق، حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله كأن الآن بنساء قريش، كان معهم 15 امرأة، قد شدوا هاربين من أرض المعركة، نرى سوقهم وخلاخلهم في أرجلهم. يقول: وما بيننا وبين أن نمسكهم شيء. نصر كاسح. غلطة واحدة لكنها كانت قاتلة بمعنى الكلمة، لأنها قلبت نصر المسلمين إلى هزيمة، بل كادت أن تودي بحياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غلطة من؟ غلطة الرماة، هم أيضا الذين كانوا بعد الله سبب للنصر، كانوا أيضا سببا في الهزيمة. الذي حصل أن المعركة الآن انكشفت أمامهم، وأصبح الصحابة الموجودين في ساحة المعركة يجمعون الغنائم ويجمعون السيوف والدروع، وخلاص فل الجيش، انتهى. والناس في حاجة، فهؤلاء الرماة قالوا: نحن الآن رابطين في الجبل والناس يجمعون الغنائم، طيب نحن أولى. كان عددهم 50 مقاتل، فقرروا أنهم يطمعون في هذه الدنيا ويشاركون الناس في جمع الغنائم. عبد الله بن جبير رضي الله عنه قائد الكتيبة قال: الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا لا ننزل أبدا، لا في حال هزيمة ولا في حال نصر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو انتصرنا لا تنزلوا. فغلبتهم الغنائم، فنزل 40 مقاتل، وما بقي إلا عبد الله بن جبير القائد الكتيبة ومع 9 على الوصية. من بداية المعركة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه وكان في جيش المشركين يدرك أن هذا الجبل، الرماة هؤلاء هم فيصل المعركة، فلما رآهم نزلوا من الجبل وما بقى إلا 9 أو 10، استدار بسرية مع خفيفة من خلف الجبل، وصعد على هؤلاء وقتل 10 أجمعين رضي الله عنهم وأرضاه، عبد الله بن جبير و9 معه.
وسيطر هو على الجبل وصارت المعركة تحته، وبدأوا يصيحون في قريش أن هلموا عودوا، فتقهقر جيش المشركين وعادوا أدراجهم إلى أرض المعركة. وأصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه المتبقين معه بين هذا الجيش العائد وبين كتيبة الرماة اللي فوق الجبل، وأصبحوا في وضع لا يحسد عليه. طبعا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما أرجع الجيش يريد الجيش يرجع بأي شكل، حتى أن الراية طبعا يحتاجون أن يعيدوا رايتهم، ما لقوا إلا امرأة من الجيش قامت ورفعت الراية وتجمع الناس حولها، وأعدادهم كثيفة 3000 مقاتل، يعني لو رجع نصفهم يكفي أصلا 1500 مقاتل. وعودة المهزوم ليست كعودة المنتصر، كانوا مهزومين الآن وصار لهم بارقة أمل في النصر، صارت عودتهم أقوى الآن. وأصبح سيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مأزق، بل هو من أحلك المواقف اللي مرت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان في غزوة أحد. بكل حال، كيف تعامل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الموقف؟ كيف عالج هذه المشكلة الضخمة، وكيف استطاع أنه يحتوي هذه المشكلة؟ هذا هو إن شاء الله تعالى حديثنا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. وقبل الختام أيها الأحبة، الشيخ نايف موجود العامري، هذه اللي فازوا هنا. نحن طرحنا سؤال، أنا والله ناسي السؤال في الدرس الماضي، وجائزته 100 ريال. إذا أنتم نسيتوا كويس يعني. عموما الفائز، أنا سأطرح سؤال للدرس القادم بمشيئة الله تعالى. السؤال يقول: ما سبب تغير نتيجة غزوة أحد من النصر إلى الهزيمة؟ اذكر السبب. الفائز بندر بن رافع الشهري موجود؟ أكيد يا بندر أنت الفائز، تستاهل يا شهري. مبروك يا ولدي، الله يوفقك. إذن بندر فاز بالجائزة، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم سيكون الجائزة طبعا جائزة واحدة، قد يمكنها الأسبوع الجاي تصير جائزتين، ما ندري، على تيسير الله. إنما الحاصل أن السؤال يقول: ما هو سبب انقلاب النصر في غزوة أحد إلى هزيمة؟ توضع الإجابات في الصناديق اللي وضعوها الحلقات في آخر المسجد. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.